أراهنك إنك بعد ما تشوفي الوصفة دي النهاردة هتعتمديها عندك. أنا اسمي حنان والرهان معايا دايما كسبان. لحشوة الحجازية بتاعتنا هنستخدم مج كبير من دقيق السميد أو دقيق السيمولينا، مج إلا ربع من السكر الحبيبات، معلقتين كبار من القرفة، ومعلقة كبيرة من الكاكاو، ومعلقتين كبار جوز هند، ورشة فانيليا. لو عايزة تستبدلي جوز الهند بالزبيب هتخلي طعمها اجمل بكتير. هننزل بربع كوباية من المية في ربع كوباية من المية، يعني انا استخدمت هنا نص كوباية من المية متقسمة على جزئين، وهنفضل نقلب بيها بالشكل ده لحد ما تبقى قوامها شبه الرملة المبلولة بالظبط. هنركن الحشو على جنب ونيجي للعجينة. هنبدأ هنا عندي مج هحط فيه باكت من الفانيل، باكت من الخميرة الفورية، واحط عليهم معلقتين كبار من السكر، وهكمله مج الا ربع من المية الدافية. هركنها على جنب لحد ما اختبرها. وعندي هنا بولة كبيرة هنزل فيها نص كيلو من دقيق السميد، وعليهم مج الا ربع من الدقيق الابيض، ورشة ملح. وعندي هنا المقدار السمنة بتاعتي، بنزل بمج الا ربع من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، وازود عليها ربع كوباية من الزيت علشان يدي الحجازية بتاعتي القرمشة. هنزل بيها وهبدأ ان انا ابس السمنة مع الدقيق اللي موجود عندي في البولة. هبسهم اكني ببس الدقيق بتاع الكحك بالظبط بالشكل ده لحد ما تاخد القوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. بعد ما تاخد القوام ده هوريلك هنا ازاي الخميرة بتاعتي عرفت ان هي كويسة، ان هي هتعمل الفوم او الرغوة اللي على الوش دي. مجرد ما تعمل الفقاعات يبقى الخميرة بتاعتي كويسة. بصوابع ايدك بس من غير ما تعجني بايدك كلها، تبداي ان انت تلفي العجينة ما بين ايديك لحد ما تتكور تحت ايدك. بعد ما تتكور العجينة وتتلم هتقسميها جزئين، جزء كبير شوية وجزء صغير. عندي هنا صينية هدهنها بالسمنة، هنزل بالجزء الكبير شوية في قعر الصينية. هفرد العجينة في الصينية، وهخلي سور شوية للصينية علشان السكر اللي في الحشو ما يتحرقش مني. هنزل الحشو في الصينية وهبدأ ان انا ادكها كده، او ان انا ابططها جامد علشان لما اجي اقطع الحجازية بتاعتي الحشوة دي ما تتفرفتش وتتفرول مني. بعد كده بقى هنيجي هنا لفقرة القص واللزق. هنبدأ ان احنا ناخد قطع من العجينة اللي متبقية على ايدينا كده، ونبططها تبطيطة رفيعة، وننزل على الوش بالعجينة اللي متبقية. لو العجينة دي بتلزق في ايدك ممكن تبلي ايدك بجزء من المية. ولو بقت معاكي جزء من العجينة في الاخر مش هيترمى طبعا، هتشوفي الحتت اللي كانت محتاجة منك في الاول وانتي رققتيها زيادة، وتبدأي ان انتي تزودي في الحتت ديت من العجينة اللي متبقية معاكي. وحاولي من البداية ترققي ايدك في العجينة علشان تكفي معاكي وش الصينية كله. وبعد ما خلصنا الصينية بالشكل دوت هنقطعها. بنجيب السكينة من النص بنقطع الصينية، وبعد كده بنقطع كل نص 3 اجزاء. وبتقطعي التقطيعة اللي تعجبك على حسب ما انت تحبي. ممكن تقطعيها بقى مثلثات، مربعات، تعمليها زي ما انا عاملاها كده، كل واحد وذوقه بقى. وبعد ما بنخلص تقطيع الصينية بنسيبها في كيس، بتلفيها في كيس وتسيبيها لمدة بس نص ساعة، علشان بس مش تخمر ولا حاجة، بس العجينة الخميرة تمشي بس فيها وترتاح شوية، بتبقى بالمنظر ده. هندخلها على فرن مسبق التسخين درجة حرارة 200 على الرف الأوسط. هتاخد تلت ساعة وتبقى معاكي بالمنظر ده. بعد كده هتدخليها تاني لحد ما الوش يحمر، وتطلع بألف هنا عليكم انتي وولادك. جربي الوصفة دي مش هتندمي عليها. بتسيبيها تبرد خالص بعيد عن الفرن طبعا، وفي الاخر